كنزة الأم اللي بنات أول دولة مغربية وسط جبال المغرب. في واحد الوقت اللي كانت البلاد بلا حكم قوي، جا راجل هارب من المشرق سميتو إدريس الأول. لكن اللي ما كيعرفوهش بزاف ديال الناس هو أن سبب نجاته وبناء الدولة ديالو هي مرأة سميتها كنزة. كنزة كانت من قبيلة أوربا الأمازيغية، واحدة من أقوى القبائل في ديك الفترة. واش تعرف أن هي اللي آوت أدريس وتزوجات به ودعماته حتى بنى أول نواة لدولة مغربية مستقلة على الخلافات المشرقية. من بعد ما مات إدريس الأول مسموم، كنزة ما هرباتش، ما تخلاتش على ولدها إدريس الثاني، بالعكس هي اللي رباته ووقفات معاه حتى ولا حاكم وبنى مدينة فاس وكمل مشروع باه. كنزة ماشي غير كانت سياسية عاقلة شجاعة، وعرفات كيفاش توحد بين العرب اللي جاو مع إدريس والأمازيغ اللي كانوا في الأرض. وهادشي كامل خلاها تدخل التاريخ مؤسسة أول دولة مغربية في العصر الإسلامي وأساس القرون ديال الحضارة. كنزة ماشي غير سمي، هي الدولة المغربية والشاهدة الأولى على ولادة وطن. إلا عجبك المحتوى دعمنا بلايك وتعليق. شنو رأيك في هذا النوع من القصص المنسية؟ وشنو النساء الأخريات اللي كتعرف؟ اكتب لينا في التعاليق.